بيفتح الفريزر بالصدفة الساعة 3 الصبح وبيدور على أي حاجة تطر على قلبه في الحر اللي احنا فيه، فلقى علبة آيس كريم اللي هي البلاستيك الكبيرة دي. حس بالأمل والتفاؤل وجري على المطبخ بسرعة وجاب معلقة من الرشاقة ورجع بسرعة عشان يفتح العلبة. لقى فيها خلطة بالرز بتاعة المحشي متفرزة جواها واتصدم يا عيني. هو أنا عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول لك إن في سنة 1950 كان في عالم من علماء النفس اسمه كورت ريتشارد. العالم ده عمل تجربة غريبة شويتين. جاب شوية فيران وحط كل فار منهم في جردل إزاز. اشمعنى إزاز بالذات؟ علشان الإزاز أملس والفار مش هيعرف يتسلقه ويطلع من الجردل. وملي نص الجردل مية ومسك في إيده ساعة. فضل يحسب الوقت ويراقب الفيران وهي عمالة تعوم في الجردل، وبدأت الفيران تغرق واحد ورا التاني. في اللي قعد 4 دقايق وغرق، وفي اللي قعد 5 وغرق، وفي اللي قعد 15 دقيقة وبعدين استسلم للغرق. دكتور كورت قرر يعيد التجربة مرة تانية بس بشوية تغييرات بسيطة. فجاب شوية فيران تانيين وحطهم في الجرادل وملى الجرادل دي بالمية. المرة ديت فضل يراقب فيهم، والفار اللي يحس ان هو هيغرق كان يطلعه من المية وينشفه ويسيبه يرتاح. كل الفيران عمل معاها كده. اللي كان يحس انه همد كان يطلعه من المية قبل لما يغرق، وبعد ما طلعهم كلهم ونشفهم قام شايلهم ورميهم مرة تانية في المية. فاكرين قلنا في المرة الأولانية أكتر فار قاوم الغرق كان قاعد قد إيه؟ قاعد 15 دقيقة واستسلم، صح؟ تخيل أنت بقى لما ترموا تاني أقل فار فضل يقاوم في الغرق قد إيه؟ تفتكر قد إيه؟ أقل فار فيهم قاعد يقاوم في الغرق أكتر من 61 ساعة. 61 ساعة مش 61 دقيقة، يعني يومين و7 ساعات. وفي فار منهم وصل ل 81 ساعة، يعني 3 أيام و9 ساعات متواصلة وهو بيقاوم الغرق من غير استسلام. اشمعنى بقى المرة دي؟ طولوا في المقاومة أضعاف وأضعاف من المرة الأولانية. قال لك لأن في المرة الأولانية كانوا فقدوا الأمل واستسلموا، لكن في المرة التانية لما لحقهم قبل ما يغرقوا وطلعهم ونشفهم كان عندهم أمل إن في طوق نجاة هيجي ينقذهم في أي لحظة حتى لو بعد 81 ساعة. عاوز أقول لك إن الأمل هو القشاية اللي ممكن يتعلق ويستقوى بها أي إنسان. فاوعى تدي لحد الامل وتخلي بيه، لان ممكن يقاوم الدنيا كلها ويتحدى العالم عشانك، لانه عنده امل وثقة فيك، متفائل ومتأكد انك مستحيل تخذله او تتخلى عنه. الفيران قعدت تقاوم عشان عندها يقين ان في حد هيجي وينقذها. الانسان ممكن يتغير 180 درجة لو حد علقه بحلم، سواء بقى الحلم كان وعد بجوازة ولا شغلانة ولا سفرية، او يساعده يحقق حاجة معينة. والله هينام ويقوم يحلم باليوم ده. يبقى اوعاك تقول لابنك لما تنجح هجيب لك كذا، وابنك ياكل في الكتب وبعد كده ترجع تخلف وعدك معاه، لان في ناس ممكن تبني احلامها وطموحاتها على كلمة ووعد منك. وشرف الراجل كلمته. وكمان ممكن الانسان قدرته تتغير وتهد جبال لو حس ان نفسيته حلوة. ان كانت ممكن تشيل البيت وتقلبه من فوق وتحت تنظيف لو ابويا بس دماغها وقال لها الله يعطيك الصحة ويقويك ويبارك لنا فيك، تعبينك معانا. الجملة دي كانت بتشحن بطارية السعادة جواها. العيال الصغير بيصحى للمدرسة بصعوبة وبطلوع الروح، لكن ليلة العيد تلاقيه صاحي من الفجر. ده إنام أصلا، ده ممكن يطبق من فرحته يومين ورا بعض. تخيل كده دكتور في الكلية طبطب على كتف الطالب وقال له أنا متأكد إنك قدها. تفتكر هيبقى حاسس بإيه؟ ولا تخيل كده واحد بيقول لمراته أنا ما أقدرش أستغنى عنك وقام جايب لها وردة. أعتقد إنه ممكن يغمى عليها وتولع في البيت من فرحتها. فاوعاك تدي الأمل لحد وتقطعه، لأن ممكن تكون أنت الحبل الوحيد اللي هو شادد ومتشعبط فيه. واوعى يكون بإيدك إنك تفرح غيرك وتحزنه، لأن أنت كده بتهده وأنت مش داري. اوفي بوعدك وفرح اللي منك، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على كده يوم القيامة. وزمان قالوا
إن الشيء الوحيد اللي ما بيخليش الراجل ما يوفيش بوعده، قالوا هو إيه؟ قال إنه يموت. وربنا مدح اللي بيوفون بوعده. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من صفات المنافق إذا وعد أخلف. فكن صادق في قولك وفعلك، وبشر الكل وقول لهم الأمل موجود. سلام عليكم. بعض الناس فقير جدا لا يملك شيئا ذا بال، أعني لا يملك أخلاقا بل لا يملك إلا المال. مسكين والله تعيس وغريق وسط الأوحال، لا تغتر بما يظهره من حسن المظهر والحال، فالباطن ينبيك بصدق عن ضعف طاغ وهزال. ما قط توصل ذو مال بالأموال إلى الآمال، ولكم حاز فقير مجدا بالأخلاق وبالأعمال. وما يصورش ولا يسكن لحد من غير إذنه ومعرفته، وما يمدش وشه في الأكل، المعلقة هي اللي تطلع لبقه، وممنوع ينهش في الأكل وهو بيقطم. النهش ده والعياذ بالله من صفات الحيوان. وما يزورش حد من غير ميعاد سابق، وما يخضش حد علشان ده حرام حتى لو كان بالهزار، زي مثلا إن ياخد حاجة من غيره ويخبيها بحجة إن يعمل فيه مقلب ويخليه يا عيني يلف حوالين نفسه وهو خايف ومخضوض، أو مثلا يروح يلاقي واحد قاعد في جو هادي فيخوفه ويفزعه. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الحكاية دي، وعلمه من وهو صغير وقول له ابقى رن على أمك كل شوية وانت بره اطمن عليها، وخش غطى أخوك وروح ناول أختك تشرب. هيشب ويكبر على كده ويتعود على إنك انت ووالدته واخواته مسؤوليته، وهتتحول مسألة سؤال عنكم لعادة عنده ملتزم بيها. وعلمه ان اللي يجيب سيرة غيره قدامه ويغلط فيه يحذر منه، علشان لو عرف عن ابنك سر واختلف معاه، وده وارد جدا، فأكيد هيجيب سيرة ابنك في يوم من ذات الأيام. وما يتوبش غير وهو حاطط ايده على بقه، وما يكبرش اللقمة، وما يملاش المعلقة على الآخر، ولا يخليها تخبط في اسنانه وهي داخلة وخارجة من بقه. وقول له لو بتاكل مع ناس ما يصحش تقطم من حاجة وترجع بقيتها في نفس الطبق اللي بياكلوا معاك منه. يعني مثلا لو أخدت حتة مخلل وقطمت منها قطمة، ما يصحش تحطها في الطبق الجماعي مرة تانية، لكن حط الباقي في الطبق اللي قدامك.